لما تيجي تطبخي خضار وتلاقي واحد بيقولك انا عايز كوسه والتاني بيقولك عايز بطاطس اما التالت بقى عايز بسله، تعملي ايه؟ تطبخي كل ده في حله واحده وتضربي كذا عصفور بحجر واحد. اول حاجه مش هتتعبي، تاني حاجه رضيتي الكل، تالت حاجه وده الاهم بقى مفيش مواعين كتير، عملتي اكله في منتهى الجمال عجبت كل اللي كلها لان حلوه قوي وطعمها مميز. جربيها ان شاء الله هتعجبك. وشير بقى لكل الستات الحيرانه تراضي ولادها ازاي. ولو انت اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي مطبخ سميره، هتلاقي فيه حاجات كتير حلوه هتعجبك. زي ما انت شايفه كده في طاسه على النار هتحطي اي ماده دهنيه انت تحبيها، وبعدين بصل مقطعاه شرايح واللحمه مقطعاه مكعبات يعني متوسطه مش كبيره ولا صغيره، ده كيلو من اللحمه مقطعاه مكعبات. اول حاجه هيرمي معاكي كمان كميه كبيره، يعني ما تقطعوهاش، قطعوها حتت صغيره هتلاقوها عملت معاكم كميه كبيره. بعدين حطيت معلقه من السبع بهارات او بهارات اللحمه اللي موجوده عندك، وهقلب البصله كده مع اللحمه. انا بوريك ان المكعبات صغيره لحد ما اللحمه تتشوح كده ويتغير لونها زي ما انت شايفه كده. مش هحط ملح خالص دلوقتي، هحط معلقه كبيره من معجون الطماطم او الصلصه المعلبه، دول معلقتين. وبعد كده هنزل طماطمايه كبيره او طماطميتين كبار مقشراهم ومقطعاهم زي ما انت شايفه. قرن فلفل طبعا ده على حسب ذوقك، حباه حامي بارد براحتك، انا حاطه بارد. الطماطم قشروها عشان الجلد بتاعها اليومين دول شديد شويه بيبقى باين في الاكل. وبعد كده هحط معلقه واحده صغيره من السكر، ده سكر يا جماعه مش ملح، وما تخافوش ما بيسيبش طعم خالص في الاكل. وحطيت تاني شويه من بهارات اللحمه، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كده تشويحه خفيفه. انتوا لو تلاحظوا احنا حطينا حبتين طماطم بس مش طماطم كتير، ومعلقتين من معجون الطماطم. وهنزل ميه تكون سخنه تكون بتغلي من الكاتل او تكوني مسخنه ميه في اي حاجه تانية، وهغطيها بقى واسيبها تستوي. انا حطيت مكعب من المرق وده برضو على حسب ذوقك ممكن تستغني عنه. ونهدي النار بقى ونسيبها تتسبك بقى مع راحتها كده. بصوا الجمال، بصوا التغذيه بقت في منتهى الجمال ولونها عامل ازاي على نار هاديه. بس اهم حاجه اللحوم تستوي على نار هاديه عشان تاخد معانا سوا حلو. بصوا هنا اتاكد ان اللحمه بتاعتي استوت يعني مش 3/4 سوا ولا حاجه، لا استوت سوا كامل كده. بقى انا كنت مجهزه الخضار عندي كل الخضار اللي انت تحبيه، انا حطيت كوسه وبطاطس فلفل الوان وجزر وبسله. انت حابه تزودي حاجه حابه تقللي حاجه على حسب ذوقك وعلى حسب ولادك بيحبوا ايه. قلبي الكلام بقى ده كله مع بعضه كده. حابه بقى تسيبيه في الحله كده زي ما هو مفيش اي مشكله. انا طبعا قلت لا ادلعه بقى شويه كده، هنملح خلاص لان اللحمه بتاعتنا استوت. لو شفتيه محتاج شويه زياده ممكن تحطي له شويه ميه او شويه شوربه لو عندك، مفيش برضو مشكله. سيبته كده خد 10 دقايق على النار، يعني تعتبر الاكله استوت يا جماعه. بس انا قلت بدل ما اقدمها في اطباق كده لا، يعني انا لحد كده انا ما كنتش هدخلها بحطها في الطاجن، عشان كده سبتها استوت شويه في الحله. فوانا بقلبها كده جات لي فكره ان انا طب ما احطها في الطاجن ويبقى شكلها احلى. رحت حطاها في الطاجن زي ما انتم شايفين كده، خدت 10 دقايق بالظبط في الفرن، لان كل حاجه مستويه تقريبا والخضار دخل في السوا خلاص. بصوا الجمال، بصوا اكله حلوه مهما وصفت لكم حلوه قد ايه مش هتتخيلوا طعمها قد ايه حلو. طبعا هي زي التورلي وزي الخضار المشكل، بس هي ممكن يكون بس الطريقه مختلفه شويه. بصوا بقى بعد ما دخلت الفرن 10 دقايق خدت لون بس كده، ريحتها بقى كانت ماليه البيت وحلوه قوي. قدموها بقى جنب شويه رز بالشعريه كده يا نهار ابيض. ونرجع شويه يا جماعه لاكل الخضار والاكلات بتاعتنا بتاع زمان ونخف شويه من الاكل التيكاوي والصواني والحاجات دي. الحاجات دي صحيه وطعمها احلى، واحلى ما فيها ان بيفضل عندك اكل تاني يوم. يعني تاني يوم انت مش بتبقي عايله هم اي حاجه، يا دوبك تسخني شويه الخضار اللي عندك وتعملي جنبهم شويه رز وخلاص كده انت غداكي تاني يوم جاهز. بصراحه انا بحب طبيخ الخضار عشان كده، ان تاني يوم ما بيعولنيش الهم. جربوا الاكله دي ان شاء الله تعجبكم، وزي ما قلت لكم لاول مره يشوفني يا ريت يشترك في قناتي ويتفرج على الفيديوهات القديمه هتعجبه قوي، وشير بقى لكل الامهات اللي حيرانه تراضي ولادها ازاي. واشوفكم في فيديو